فاول في مكان خطير، يعني كرات الثابته فاول في مكان خطر. الكرات دي خطيره جدا. فريق انسينا فاز عليه تفرغ زينه بهدفين مقابل لا شيء. هذه الفاول في مكان خطير امامنا هنا. صالح المنتخب بوروندي، منتخب بوروندي، كره مسدده ويسجل المنتخب البوروندي هدف التعادل. هدف التعادل امامنا هنا، هدف التعادل من كره ثابته. شوف امامنا هنا الهدف اللي سجل عن طريق اللاعب رقم 10 لاعب سعيدو نتيبة زونكيزا. كرة هدف حائط البشري واقف غلط، وهدف التعادل امامنا هنا ياتي للمنتخب. كرة ثابتة امامنا اهو، ادي سعيدو رقم 10 والفاول اتلعب والحائط البشري، صعبة الكرة قوي على ناموري في اللقطة اللي فاتت. ادي امامنا الاعادة والتسديدة حلوة الكرة ملعوبة، لكن ناموري يعني في هدف التعادل. هدف التعادل للاعب سعيدو اللي سجل هدف التعادل في اللقاء في الدقيقة 80 من عمر المباراة. ادي امامنا اهو اللاعب سعيدي اللي سجل، سعيدي طبعا رقم 10 نيتيابو زونكيزا هو اللي سجل. نيتيابو زونكيزا سجل هدف التعادل. تيبا زونكيزا فاول في مكان خطير، يعني كرات الثابته فاول في مكان خطر. الكرات دي خطيره جدا. فريق انسينا فاز عليه تفرغ زينه بهدفين مقابل لا شيء. هذه الفاول في مكان خطير امامنا هنا. صالح المنتخب بوروندي، منتخب بوروندي، كرة مسددة ويسجل المنتخب البوروندي هدف التعادل. هدف التعادل امامنا هنا، هدف التعادل من كرة ثابتة. شوف امامنا هنا الهدف اللي سجل عن طريق اللاعب رقم 10 لاعب سعيدو نتيبة زونكيزا. كرة هدف حائط البشري واقف غلط، وهدف التعادل امامنا هنا ياتي للمنتخب. كرة ثابتة امامنا اهو، ادي سعيدو رقم 10 والفاول اتلعب والحائط البشري، صعبة الكرة قوي على ناموري في اللقطة اللي فاتت. ادي امامنا الاعادة والتسديدة حلوة الكرة ملعوبة، لكن ناموري يعني في هدف التعادل. هدف التعادل للاعب سعيدو اللي سجل هدف التعادل في اللقاء في الدقيقة 80 من عمر المباراة. ادي امامنا اهو اللاعب سعيدي اللي سجل، سعيدي طبعا رقم 10 نيتيابو زونكيزا هو اللي سجل. نيتيابو زونكيزا سجل هدف التعادل. تيبا زونكيزا